بش توجيهات خطية. فاسدين ما يتركش وراهم أي أثر. عمره سنة قطعوا أرجل ابنها الثنتين بسبب ضرب الإبر. كان يضربوا لها الإبر في الوريد، تلوثت، قطعوا أرجل. ما نش حمار أشير لها نيابة الصحافة، ولا أنا معترف بنيابة إلا إذا النيابة هتنصفني. احذروا من مستشفى عز الدين الشيباني، موقعها 60 داخل سوق السنينة، ومعه فرع في صعدة. أنا فعلت لابني العملية في مستشفى عز الدين الشيباني وفشلت العملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شأعرض لكم وشكشف لكم فساد في المجلس الطبي وفي المستشفيات وأسماء دكاترة تذكرون بالاسم والمستشفيات بالاسم، وأنا أتحداكم يا حكومتنا تنصفوا الشعب من هذه المستشفيات ومن هؤلاء الدكاترة. أنا أتحداكم. أنا أحكي لكم القصة من طعطع للسلام عليكم. والله شاهد علي من فوق 7 سماوات إذا كذبت في حرف، مش في كلمة، في حرف بشنبل، وانتوا هتتأكدوا وتتبينوا هل أنا صادق في كلامي أو أنا كذاب. ابني عندما تعب شلينا يفعلوا لها العملية، حصل فشل في العملية، شلينا ابني من مستشفى لا مستشفى، تأكدنا بأن العملية فاشلة، شلينا الولد إلى مستشفى ابن سينا لا عند الدكتور يحيى المساجدي. اذكروا هذه المستشفيات واكتبوا هذه الأسامي. الدكتور يحيى المساجدي شاف الولد قال يحتاج إلى إعادة عملية. طيب يا دكتور افعل لها العملية. قال الولد في فقر دم، ادى علاجات، قال خلوا الطفل يشرب هذه العلاجات يزداد الدم عشان نفعل له العملية. طيب روحنا البيت، الولد استخدم العلاجات، رجعنا بعد أسبوع لعند الدكتور افعل العملية، قال عاد الولد في فقر دم يواصل على العلاجات. فأنا شليت الولد وصرنا مستشفى العلوم. قلت لا يجلسوا يضحكوا علي في ابن سينا، ابنك فيه فقر دم، ابنك فيه فقر دم، وفحوصات وعلاجات وإشاعات. قالوا في مستشفى العلوم دكتور ممتاز. شليناه مستشفى العلوم، دخلنا لعند الدكتور غليس، مدري ايش اسم الدكتور، اهم شيء نهاية اسمه غليس. يا دكتور شوف الولد، قال نفعل له عملية. طيب فعل لها العملية، كتب للطفل الرقود كده يدخله يفعل لها العملية، شاف اسم الطفل علي مصطفى المومري، قال معانا توجيهات ما نفعلش للولد العملية. توجيهات من يا دكتور؟ قال من إبراهيم النونو. أنا مسؤول على كلامي، تأكدوا وتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اعتبروني فاسق، تبينوا من كلامي. قال معانا توجيهات من إبراهيم النونو. نشل الولد ونرجع لمستشفى ابن سينا. يا دكتور افعل للولد العملية، أنت كتبت لها إعادة عملية، يلا افعل لها العملية. شوف الولد كيف فقر الدم، أنت قلت في فقر الدم، شوف الولد هل الدم قدو تمام، افعل لها العملية. قال معانا توجيهات من إبراهيم النونو ما نفعلش للولد العملية. كلام غليس في مستشفى العلوم وكلام يحيى المساجدي في مستشفى ابن سينا. أخوتي طلعوا لعند مدير المستشفى اسمها القطاع، مدير مستشفى ابن سينا، طلعوا لعنده يا دكتور الولد تعب فعلوا له عملية. قال القطاع معانا تعميم من المجلس الطبي، ما حد يفعل للولد العملية، ما معاكم إلا تشلوه تعالجوه في الخارج. هذا كلام القطاع. أنا خفت على ابني، خلاص دنا في خطر، شليت ابني للبيت، خايف ازدى شله مستشفى يقتلوه يطفحوا يقطعوه ويرجع يقولوا لي خطأ طبي، قد به تعميمات، قد به عصابة، بيتعصبوا علي ما يفعلش لابني العملية. روحت ابني البيت، فعلت الفيديو وانا مقهور واضح، ولكن اتفاجأ بعد الفيديو اوامر من النيابة، من القسم، من المحكمة. ليش تصيح؟ زاعلين المجلس الطبي والدكاترة، عادي يطردوني من المستشفيات، عادي فشل العملية، عادي. ليش تصيح؟ ليش تكتهر؟ خلاص ممنوع تكتهر، ممنوع تصيح. احنا نقطع الولد، نزيد البنج، نموت هذا، نقلعن هذا، عادي. انت تصيح ممنوع. هذا المجلس الطبي. يا حكومتنا انتوا دارين ان هذه المستشفيات الخاصة اغلبها حق المجلس الطبي، أعضاء المجلس الطبي معاهم مستشفيات خاصة.
عندما يزيدوا البنج الواحد ويموت في أي مستشفى خاص يصير يشتكي لنا للمجلس الطبي. هو حقها المستشفى، من حضن أمه لا حضن أبوه، ما ينفعش. يمكن حكومتنا مشهم دارين إن أعضاء المجلس الطبي المستشفيات حقهم، مشكم دارين. أنتم دارين يا حكومتنا إن ما حد يقدر يشتكي على المجلس الطبي. أنا صرت أقدم شكوى على المجلس الطبي لأنهم خرجوا ابني من المستشفيات وعمموا على المستشفيات ممنوع يستقبلوا حالة ابني، لأن المجلس الطبي قالوا ليش تصيح، ليش سمع بنا، ليش بتشوه سمعة الدكاترة، ليش ما تقدم رسميا. صرت قدمت رسميا شكوى قانونية على ما يشتهى المجلس الطبي. قدمت شكوى للنائب العام، النائب العام وجه النيابة قالوا احنا ما بش لنا سلطة على المجلس الطبي. وجهوا النيابة المجلس الطبي يفعلوا لي تقرير على ما حصل لابني ونحل الموضوع احنا والمجلس الطبي. قلت لهم المجلس الطبي غريمي، انا جيت اشتكي على المجلس الطبي، كيف تقول لي اشتكي للمجلس الطبي؟ كيف عينصفني من نفسه؟ زعم انه الامام علي عينصفني من نفسه المجلس الطبي. ضروري رقابة على المجلس الطبي، ضروري ان في من هم فوق المجلس الطبي. المجلس الطبي ما بش فوقها الا الله. اذا اخطأوا في عمليتك في اي مستشفى خاص وهذا المستشفى تبع المجلس الطبي حقك ضاع. قالوا امشي بالقانون. في اليمن تصيح يقول لك ليش تصيح؟ خلاص حقك ضاع. تقدم بالقانون ما بش قانون ينصفك من المجلس الطبي. قدمنا شكوى واديتها للمجلس الطبي لعند غريمي. هم ليش المجلس الطبي اصدروا بيان على مصطفى المومري وقالوا ليش يتكلم في مواقع التواصل، ليش ما يقدم بشكل رسمي بشكل قانوني؟ لانهم دارين ان ما بش قانون فوقهم، ما بش قانون يضبطهم، فلذلك قالوا اقدم شكوى رسميه قانونيه، لانهم دارين ان ما بش عليهم اي قانون. فانا قدمت الشكوى لعند المجلس الطبي، وهي ذاك الشكوى عندهم عند المجلس الطبي. اهم شيء في الاخير ان المجلس الطبي بعد ما قدم علي شكوى في النيابه وصلت للنيابه وتم التحقيق معي وخرجت من النيابه والحمد لله، الان قدموا علي شكوى في نيابه الصحافه ويشتوني اشير الى نيابه الصحافه. ما نش سايري، ما نش حمار اشير لنيابه الصحافه، ولا انا معترف بنيابه الا اذا النيابه حتنصفني وحتنصف المجلس الطبي لي وعلي. إذا أنا مظلوم تنصفني، وإذا أنا ظالم تقتص مني. أما نيابة على المظلومين على المستضعفين. أما المجلس الطبي ما بش لكم سلطة عليهم، ما أناش معترف بالنيابة. نيابة لي وعلى أعدائي، نيابة علي وعلى المجلس الطبي. لا تقول لي أنا نيابة عليك، على المواطن، على المسكين، على المستضعف. ليش تصيح؟ ليش تتكلم؟ والمجلس الطبي ما حد قد سأله ليش تزيد البنج ويموت فلان؟ ليش ما تدوا تقرير طبي لفلان الذي قطعوا رجله بالخطأ؟ ذيك الشيبة الذي طلع معي مقابله وبنه في يده مقطعات رجله. لف المستشفيات كلها، انصفوني، افعلوا لي تقرير طبي بأن ما حصل لابني خطأ طبي عشان يعوضوني. سار للمجلس الطبي يشتكي، ما نصفوا ولا تفاعلوا معه ولا تجاوبوا معه. قالوا ما حصل لابنك ما هوش خطأ طبي. الأب سافر مصر وادى تقرير طبي من مصر، وهذا التقرير الطبي ان عندما قطعوا ارجل ابنها الثنتين، عمره سنة، قطعوا ارجل ابنها الثنتين بسبب ضرب الابر. كان يضربوا لها الابر في الوريد، تلوثت، قطعوا ارجلها، كان غرغرينا في ارجلها الثنتين بسبب ضرب الابر. تقرير طبي من مصر. المجلس الطبي ما رضى يفعل له تقرير، ولا اي دكتور رضي يفعل له تقرير. عصابة، هؤلاء عصابة الا من رحم ربي. في دكاترة ممتازين، في دكاترة هانا فوق عيوننا ورؤوسنا بحذيتهم. احنا نتكلم على هؤلاء الخبيثين الذي اذا في دكتور ضابح من شخص يعمم على اليمن كلها. عصابات ما بش توجيهات خطية، فاسدين ما يتركش وراهم اي اثر، اتصالات ومجموعات. الحين ما حد عيصدقني.
الآن قد يمكن واحد من المسؤولين أو واحد من الدولة يسمع كلامي، يتصل للمجلس الطبي، أيوة ما هو قضية مصطفى المومري، يقولوا له لا تصدق كذاب، يغلق خلاص المومري كذاب. يعني احنا نتكلم ونصيح ونكتهر ما حد بيصدقنا. ليش ما بتصدقونا؟ ليش؟ رسالتي إلى الدولة، إلى الحكومة، إلى القيادة، إلى من يهمه الأمر، إلى المسؤولين، المجلس الطبي طلعوا القضاة مساكين. المجلس الطبي معاهم حصانة أعظم من القضاة، ولا حد يقدر يكلمهم ولا حد يقدر يحاسبهم، ما بيش فوقهم أحد إلا الله، ما معك إلا تدعي عليهم. أما أنك تشتكي ما بيش، أتحداكم تدوا لي جهة تشتكي على المجلس الطبي، ما بلا تشرع عندهم، تشتكي بهم عندهم. وفي الأخير من أجل نكون منصفين، أنا ذكرت بأن مستشفى العلوم مستشفى ابن سينا رفضوا يستقبلوا ابني ويفعلوا له العملية. أنا لا أعم كل من داخل مستشفى ابن سينا وداخل مستشفى العلوم، قد يمكن في شرفاء فيهم رحمة فيهم إنسانية في هذه المستشفيات. أنا أخص هؤلاء الذين رفضوا يفعلوا لابني العملية داخل مستشفى العلوم، داخل مستشفى ابن سينا. مدير مستشفى العلوم تواصل معي بنفسه، قال أنا مستال ما حصل لك داخل مستشفى العلوم، وأنا ضد هذا الفعل. أحيانا مدراء المستشفيات مشهم دارين بالعصابة الذي تحتهم، مشهم دارين ايش بيفعلوا الدكاترة من وراهم، دكتور في هذا المستشفى ودكتور في هذا المستشفى ودكتور في هذا المستشفى، يتواصلوا الو لا تستقبل الحالة، لا تفعل عملية الفلان. عصابات مدراء المستشفيات يمكن مشهم دارين ما بيحصل. أهم شيء الحمد لله قد فعلنا للولد العملية، قد تمينا، ولكن أنا فعلت هذا الفيديو من أجل تعرفوا نفسية بعض الدكاترة الخبيثين. فشلوا في عملية الولد وشلوا زلط، وبعدين نسد مستشفى ثاني ونشي نفعل الولد عملية ويشتوا زلط، ومن مستشفى لا مستشفى، ويرفضوا حالة ابني ويخرجوه من داخل المستشفيات، وعادوا بي لاحقوني من نيابة لنيابة، من نيابة لنيابة، يحبسوني. ليش أصيح؟ ليش أتكلم عليهم؟ أنا ذكرت لكم أسماء الدكاترة وذكرت لكم أسماء المستشفيات. أنا أتحداكم يا حكومتنا تحققوا مع هؤلاء الدكاترة. استدعوا هؤلاء الدكاترة، قد ذكرتهم بالاسم، استدعوهم حققوا معاهم، ولا فارحين تركزوا لنا أرقام الشكاوي 7253 اتصل 378 مع مصاريف الشحن والتوصيل. قد ذكرت لكم بالاسم، وفي أي مستشفى هذا الدكتور سيروا شلوا حققوا معه. هذا إذا في دولة لا ترجع تلاحقون احنا المواطنين الضبحانين.